السوبر المصري مولع نار. النهارده شفنا مباريات جامدة جدا في النصف النهائي. الأهلي داخل بقوة وقدر يحسمها أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، وأداء رجولي جدا من أبناء المارد الأحمر، وتأهل مستحق جدا للنادي الأهلي. أما نادي الزمالك فخاض مباراة شرسة أمام بيراميدز. المباراة انتهت بالتعادل، لكن في ركلات الترجيح رجالة الزمالك كانوا قدها وخطفوا بطاقة التأهل بعد فوز مثير 5-4 بفضل الله ثم محمد عواد. والركلة الأخيرة كانت لسيف الجزيري اللي قدم ربع ساعة على أعلى مستوى، وفعلا يستحق المهاجم الأول لنادي الزمالك. ورجل المباراة النهاردة كان ناصر ماهر. يا ترى مين اللي هيحسم القمة، الأهلي ولا الزمالك؟ متنساش تصلي على النبي.